المعجن أو مصلى جبريل أو معجن إبراهيم، مكانه إيه في الكعبة المشرفة؟ طريقة النطق بتاع المعجن هي بضم الميم وسكون العين وفتح الجيم فتبقى معجن. المعجن زمان كان حفرة أو منطقة منخفضة في أسفل جدار الكعبة المشرفة على يمين باب الكعبة بين الركن العراقي وباب الكعبة المشرفة، أو بين باب الكعبة وحجر إسماعيل. الآن دلوقتي هي عبارة عن رخام موجود في بداية الشاذروان، وهو ده اللي البناء اللي بيحيط بالكعبة اللي بيسموه الشاذروان. كانت موجودة أصلا الحفرة دي علشان لما يغسلوا البيت الحرام الماء يتجمع فيه، عشان ما يبقاش في كل حتة، يبقى موجود في الحفرة دي. طبعا سبب التسمية ان هم سموها المعجن، ان كانوا بيعتقدوا من سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل كانوا بيعجنوا عجينة الطين فيها عشان يبنوا البيت الحرام، ولكن طبعا غير صحيح، لان هو البيت الحرام مبني من حجارة مرصوصة فوق بعضها وما تحطش بينها حاجة، فيبقى الاسم ده متواتر ملوش مش صحيح. تاني حاجة بيسموها مصلى جبريل. مصلى جبريل لأن سيدنا جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ال5 صلوات في اليومين التاليين أولين بعد فرض الصلاة، عشان يعلم الرسول المواقيت بتاعها وكيفيتها أمه في الصلاة. ثابت اسمها التانية في ناس بيسموها معجن إبراهيم، ان هو ايام سيدنا عمر بن الخطاب حصل سيل بيسموه سيل نهشل، فالمية زقت مقام ابراهيم من مكانه الموجود دلوقتي، حطيته في الحتة الواطية اللي هي الحفرة في المكان ده اللي هو بتاع المعجن. فبعد فترة لما السيل راح وبعد شوية سيدنا عمر بن الخطاب رجعه لمكانه الأصلي. طب تطور الحفرة دي، احنا قلنا مكانها أسفل باب الكعبة ناحية اليمين، في تحت الباب ناحية اليمين. قلنا طولها 200 سنتي يعني مترين، عرضها 112 سنتي، عمقها 28 سنتي. طبعا الأول كانت حفرة. بعد كده سنة 631 هجرية اجى أبو جعفر المنصور الخليفة، بعت لهم 8 رخامات من المرمر، وده من أنضر أنواع المرمر، بيسموه ميري ستون. حطوهم في الحفرة، يعني الحفرة كان فيها هذا الرخام. بعد فترة لما حصل توسعة في أيام الملك سعود 1958، وكان الحجاج والمعتمرين بيقعوا في الحفرة دي، قال احنا هنسويها. فقاموا أخدوا حاجات من سقف الكعبة لما اتهد، بيسموها النورة القديمة، حطوها في الأرضية بتاعت الحفرة، وبعدين حطوا فوقها رمل مغسول مية زمزم، وبعدين حطوا فوقه طين مخلوط بالنورة، وبعدين قاموا حاطين ال8 بلاطات أو الموجودين من المرمر. بعد فترة رفعوا هذه الرخامات النفيسة وحطوها في البناء اللي هو الشاذروان، اللي هو الرخام المائل المحيط بالكعبة، فحطوه على أول الشاذروان تحت باب الكعبة في مكانه، فبقت موجودة في الشاذروان. وشكرا.
أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.